مساء الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده في المفتش الفني هنحلل مع بعض فيلم من اقوى الافلام اللي عملت اثاره جدل في السينما المصريه، وهو عماره يعقوبيان. الفيلم طبعا مليان جراء، حكايات، شخصيات متشابهه، واحداث بتكشف لينا المجتمع المصري في مرحله حرجه جدا. هنعرف مع بعض ازاي كل شخصيه في الفيلم مش بس دور تمثيلي، لكن كمان كان في رساله سياسيه واجتماعيه، وهنشوف مدى تاثيرها على السينما والمجتمع المصري. يلا بينا نغوص في عالم عماره يعقوبيان. الفيلم ده مش بس عن عمارة في وسط القاهرة، الفيلم ده عن مصر نفسها في فترة ما بعد 52 لبدايات حكم مبارك. بيجسد حياة شخصيات كتيرة، كل واحد فيهم بيحكي قصة مختلفة عن الطبقات الاجتماعية والسياسية اللي بتتعايش مع بعضها في نفس المكان. اول شخصيه نبدا بيها وهو زكي الدسوقي اللي قام بدوره الفنان الكبير عادل امام. هو ابن الباشا اللي كان عايش في فرنسا ورجع مصر بعد الثوره عشان يلاقي نفسه طبعا في وضع مختلف هو مش متعود عليه. وعادل امام هنا او زكي الدسوقي كان بيمثل رمز الطبقه اللي اتشالت من بعد الثوره من الساحه، لكنه طبعا مش قادر يتخلص من الماضي. ودور طبعا الزعيم عادل امام في الفيلم ده كان من اقوى الافلام ليه، لانه كان بيحكي عن الصراع بين الحاضر والماضي وعلاقته بالمجتمع المصري اللي اتغير. زكي بيمثل الطبقه الارستقراطيه القديمه اللي كانت لها السلطه والنفوذ بس قبل الثوره، وبعد الثوره نفسهم عايشين في عزله وفقدوا النفوذ والسلطه في حياتهم والمكانه الاجتماعيه اللي كانوا فيها. نيجي للحاج عزام اللي قام بشخصيته طبعا الراحل نور الشريف، وهو راجل اعمال بدا من تحت الصفر لحد ما بقى عنده شركات واملاك كتير، وده طبعا مش بفضل شطارته او التوفيق من عند ربنا، ده بفضل تجاره المخدرات. وده بيعكس لنا جانب من المجتمع اللي ممكن يبيع ضميره وقيمه عشان مصلحته الشخصيه. الحاج عزام طبعا بيمثل نمط رجال الاعمال اللي استفادوا من الفساد في المجتمع، وطبعا شخصيه الحاج عزام بتوضح لنا ازاي الناس دي اتلعبت بالقيم عشان توصل لمصلحتها الشخصيه، حتى ده لو كان على حساب ناس تانية في مجتمع عنده ازمه اقتصاديه كبيره. ومن ناحيه تانية في خالد صالح اللي قام بدور كمال الفولي، الشخص اللي بيعكس الفساد السياسي في مصر. كمال هو السياسي الفاسد اللي بيبيع في كل حاجه ويشتري في اي حاجه عشان يحقق مصلحته الشخصيه. الدور بتاعه طبعا كان بيصور حجم الفساد في المجتمع والسياسه في الفتره دي. كمال الفولي كان بيمثل الطبقات السياسيه الفاسده اللي بتسيطر على مفاصل الدوله وليها القرار في الحكم والدولة ما قبل فترة الثورة. مش عارفين بقى ثورة 52 ولا 2011، مش عايزين نوضح. والناس دي طبعا كانوا بيستغلوا انفسهم السياسية عشان يحققوا مكاسب في المجتمع، حتى ده لو كان على حساب الفقراء والمجتمع المصري. وبيقول لك قبل الثورة، قبل الثورة مين يا معلم؟ ده قبل الثورة وبعد الثورة ده احنا لسه عايشين في الفساد ده لحد دلوقتي. اما يسرا فكان دورها مميز جدا، وكانت قايمه بدور كريستين صاحبه المطعم الايطالي بونجورنو ماميا. كريستين طبعا اللي هي يسرا اللي هي الدور الانساني في مجتمع فاسد، عارف انت اللي هي واحده نظيفه في مجتمع حقير، بس هي منهم، بس هي بشخصيه النظيف، واللي دايما كانت واقفه جنب زكي الدسوقي طبعا اللي هو عادل امام، وبتحاول تساعده في اوقات محنته وازماته، رغم ان هي كانت فاهمه ان هي جزء من المجتمع الفاسد، ولكن كانت بتحاول تغير من المجتمع. وطبعا كريستين كانت بتمثل الطبقه المتوسطه اللي هي ولا غنيه ولا فقيره، اللي بتحاول تعيش حياه طبيعيه وسط حياه مليئه بالفساد، يا الله، وبتحاول توازن القيم والاخلاق والفساد والجراءه والانحراف، سبحان الله. اما شخصيه حاتم رشيد اللي قدمها خالد الصاوي فكان فيها كتير من الجراءه. حاتم كان صحفي مثل الجنس، ودي كانت حاجه مش متعودين عليها في السينما المصريه قبل الفيلم ده. وطبعا حاتم شخصيته كانت بتعكس حجم التوتر في الموضوع ده في المجتمع وقتها، وده سبب الجدل الكبير اللي حصل حوالين الفيلم. ماشي، لو جينا نشوف تأثير شخصية حاتم على المجتمع المصري وقتها، هنلاقي ان حاتم بيمثل مثقفين اللي عايشين في صراع بين رغباتهم الشخصية وبين نظرة المجتمع المتحفظة ليه، وده طبعا بيفتح باب الجدل حوالين الحريات الفردية في المجتمع المصري، اللي هو لا مؤاخذة يعني دي مش حرية فردية، روح امك انت عيل ولو جينا نشوف في الشخصيات المهمة في الفيلم هنلاقي شخصية طه الشاذلي اللي قام بدوره طبعا محمد عادل امام، وهو ابن البواب اللي كان عنده حلم انه يدخل كلية شرطة، ولكن طبعا في مصر طالما انت مش ابن وزير او ابن رئيس وزراء مش هتدخل اللي انت عاوزه، او على الاقل يبقى ليك واسطه خلك يبقى وزير داخليه. وده اللي اتاثر فيه محمد عادل امام اللي هو طه الشاذلي في عماره يعقوبيان، شاب اتحطمت احلامه بسبب الفقر وبسبب ان ابوه بواب، فقرر ينضم الجماعات. وده بيورينا جانب من الظلم الاجتماعي وتاثيره على الشباب. بعد ما مر بتجربه مريره في السجن قرر يطلع وينتقم ويبقى ارهابي. لو جينا نبص على تاثير طه على الشارع المصري هنلاقي طه بيمثل الشباب المهمشين في المجتمع اللي مش لاقي فرصه للتعبير عن نفسه او تحقيق احلامه،
وده بيودي لظاهره التطرف والانضمام لجماعات متشدده. اما بوسينة اللي قامت بدورها هند صبري كانت الشخصيه اللي بتمثل الضحيه في وسط كل ده، وهي بنت بسيطه عايشه في نفس العماره لكن حياتها مليانه بمعاناه، وطبعا بيتم استغلالها من راجل المفروض يحترمها ويحميها اللي هو زكي الدسوقي، ولكنه في النهايه هو الوحيد اللي بيراعي انسانيتها في وسط العلاقات الفاسده. بوسينة بتمثل المراه المصريه اللي بتواجه التحديات والظروف الاجتماعيه الصعبه، وبتعكس قضايا الاضطهاد والاستغلال الجنسي في المجتمع على البنات. ونيجي بقى لشخصيه مهمه في الفيلم وهي شخصيه ملاك ارمانيوس اللي قام بدوره طبعا احمد بدير. كان شخصيه مهمه في الفيلم، كان صاحب ورشه الملابس في العماره وكان دايما بيستغل فرصه لتحقيق مصلحته الشخصيه وما كانش بيهتم بحد، كان مستعد يتلاعب الناس لحد ما يوصل للحاجه اللي هو عاوزها. وده بيكشف لينا التحديات الاقتصاديه والفساد اللي بيخلي الناس تتصرف بشكل متطرف لتحقيق مصالحهم الشخصيه. لو جينا نبص على تاثير ملاك طبعا على الشارع المصري هنلاقي ملاك بيمثل جشع الطبقات الدنيا اللي بتحاول تكسب في اي فرصه حتى لو كان على حساب الناس التانية، وده طبعا بيبين التفاوت الاقتصادي في المجتمع المصري وقتها. فانوس ارمانيوس، وطبعا معانا شخصيه برضو فانوس ارمانيوس اللي قام بشخصيته الاستاذ احمد راتب، وكان العامل المخلص في مكتب زكي الدسوقي اللي لقى نفسه في مواقف صعبه بينه وبين زكي وكان بيحاول يكون طبعا الامير، ولكن مع الوقت بدا يشعر بحجم المشاكل اللي كانت بتتحقق في العماره وكان جزء من المشاكل المعقده في المجتمع المصري. فانوس بيمثل العامل البسيط اللي في النهايه بيقع ضحيه المشاكل الاقتصاديه والتقلبات الاجتماعيه اللي دايما مش بتسمح ليه انه يبقى مخلص في عمله. نيجي بقى لشخصيه مهمه في الفيلم من اهم الشخصيات في الفيلم وهي شخصيه دولة الدسوقي اللي هي اسعاد يونس، وهي كانت اخت زكي الدسوقي وكانت رمز للطبقات الاجتماعيه اللي بتسيطر على المال والنفوذ في المجتمع، وهي شخصيه حاده وواقعيه وكانت طبعا بتلعب بالاحداث وبالشخصيات عشان تحافظ على السلطه والنفوذ اللي عندها. وطبعا دولة بتمثل الطبقه العليا المتحكمه في مفاصل الاقتصاد والسلطه، وهي بتبين ازاي الطبقات العليا تستخدم قوتها للحفاظ على مصالحها حتى لو كان على حساب الطبقات الاقل منها. وطبعا الفيلم ده فتح باب للجدل كبير قوي في السينما المصريه، مش بس بسبب الجراءه في تناول موضوع حساس زي موضوع الشذوذ الجنسي، ولكن في الرسائل السياسيه اللي كانت واضحه اللي الفيلم كان بيقدمها وكانت واضحه وضوح الشمس. ونيجي بقى لسؤال الحلقه، هل الفيلم ده كان جريء بزياده ولا هو مرايه بتعكس الواقع في المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ وهل عشان نوصل الرساله من الفيلم كان لازم يبقى بالطريقه دي ولا كان ممكن نعدل فيه حاجات تانية؟ وطبعا لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لي رايك في الكومنتات. كان معكم سعد من برنامج المفتش الفني، سلام.